ده البيت اللي سكنت فيه في دمشق القديمه. تعالوا ناخد جوله. كأنك في بيت من بيوت باب الحارة أو بيت من بيوت الشام القديمة. تعالوا سوا نستكشف بيت زعفران، بس الأول ما تنسوش تعملوا متابعة ولايك وكومنتاتكم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. ايه الاخبار؟ صباح الفل. تعالوا ناخد جوله سريعه في البيت اللي انا قعدت فيه في الشام القديمه او دمشق القديمه. اسم البيت ايه؟ اسمه بيت زعفران. تعالوا نبدا بالغرفه الاول وبعد كده الففكم بسرعه حوالين البيت. بصوا الغرفه زي ما انتم شايفين، السقف العالي الجميل. مش ده بس، لكن كمان السقف نفسه هو مترمم على الطراز القديم بتاعه، يعني محدش غير اي حاجه في السقف. التفاصيل، الكورنيشه، الخشب اللي فوق، كل حاجه زي ما هي. طبعا الاساس الجميل اللي يديك الطابع وتحس بالدفء كده، وريحه الخشب وريحه الحاجات القديمه، مش بس في الشكل لكن كمان في الملمس وفي الاحساس بتاع الحاجه نفسها. تمام. دي كده كرسي صغير، كرسيين، قهوه، حاجه برضو مودرن كده في السريع. السرير الرائع بالديكوريشن بتاعه الجميل. تمام. التفاصيل يا جماعه في المكان ده خطيره. التفاصيل التفاصيل التفاصيل، يعني احنا جوه الاوضه بس. بصوا ده اللي كان بيتحط فيه زي الشمعدان او الشمع زمان. بصوا شكله عامل ازاي من النحاس، تفاصيله رهيبه. بصوا التفاصيل هنا، بصوا التفاصيل هنا، اختيار كل قطعه ولونها. يعني بصوا الكونتراست ما بين دي وما بين اللي مفروشه على السرير. انا هاخد تواليت بسرعه. بصوا الارضيه، بصوا الارضيه وجمالها، بصوا الارضيه وجمالها. وكل بلد وكل مدينه بتسمي دي حاجه، من اول المغرب العربي لحد ما بنوصل الشام، كل واحد بيعملها بشكل مختلف وبيسميها اسم تاني مختلف. تواليت بسيط ولذيذ والسهل الممتنع. مش بس كده، تعالى بقى اخدكم كمان في صحن البيت اللي انت هتتفاجئ، هتقول ايه ده؟ هو انت قاعد في باب الحاره ولا ايه الكلام؟ بص تطلع بقى كده، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده بجد؟ مش بس كده، تعالوا اوريكم حاجه الناحيه التانيه. تيجي بقى هنا الجلسه دي جلسه مفتوحه للي عايز يقعد، عندك ضيف، عندك اي حاجه، مفتوحه على الصحن على طول. والصحن يا جماعه مفتوح للسقف زي ما انتم شايفين. ده غطا في وقت المطر ووقت الشمس بس بيتغطى، غير كده بيبقى مفتوح. فانت قاعد منك للهواء الطبيعي الجميل، نافوره وصوتها الجميل. تعالوا بقى ناخد دي الجلسه. بصوا عامله ازاي، رائعه، تحفه بصراحه. تفاصيل والورد. دي برضو مجلس تاني، السقف عالي ازاي، نافوره صغيره تانيه. بصوا بقى التفاصيل في حتى الديكوريشن، الحاجات البسيطه. واو. بصوا الورد هنا، الشمعدان، الكتب الجميله، حاجات رايقه. سوريا land of civilizations. واو. بيت زعفران يا جماعه في الشام القديمه من الاماكن الجميله جدا جدا، ونرشحها لكم لو جيتوا الشام في اي وقت. لازم تيجوا وتزوروه وتيجوا وتنزلوا فيه. لسه جولتنا في سوريا وبالأخص الشام هتبدأ، فاعملوا فولو عشان ما يفوتكوش أي حاجة منها.